بسم الله ما شاء الله. سمكة كبيرة 2 كيلو. السمكة دي 2 كيلو لوحدها. جميلة. شبت. نجهز التتبيلة بتاعت السمكة دي. شبت، فلفل، قرنين كده، واحد حراق وواحد بارد. اللي عايز حراق حراق واللي عايز بارد بارد. تمام. معنا شوية كزبرة خضراء مع الشبت، بشرة جزر، طماطمية نقطعها حتت مكعبات صغيرة، توم 3 4 فصوص توم كده حلوين، ناخد الكلام ده كله نطحنه في الكبة. نديله ايه، ضربة بسيطة كده، ما ننعموش قوي، لا انا عايز انعمه يبقى خشن بالشكل اللي حضرتك شايفين ده. نحط بقى ملحنا اللي هو عصير الليمون بتاعنا، نقلب الكلام ده كده مع بعضه. تمام كده. نبدأ بقى نجيب السمكة بتاعتنا عشان نتبلها. نفتح فتحات صغيرة كده برضه عشان التتبيلة تدخل فيها. نحط حشو ده في بطن السمكة، والحتة اللي فتحناها نحشيها بالتتبيلة برضه. كده خلاص تبلنا السمكة. هنسيبها ونشوف المرحلة اللي بعدها نعمل ايه. بسم الله ما شاء الله. معانا بصل حلقات، عليه شوية ملح، وعليه شوية كزبرة ناشفة، شوية كمون، معلقة صغيرة من النعناع الناشف، بيدي طعم كويس أوي للخلطة دي. خلاص دعكناهم بإيدينا كده مع بعض. نحط عليهم شوية زيت ونروح على البوتاجاز ندبل البصل ونحط الصلصة بتاعتنا هناك. البرتقانة دي بقى اختياري. معانا برتقانة أقطعها حلقات كده، اختياري. اللي عايز يحط برتقان يحط، مش عايز خلاص مش مشكلة. بيركس. هنجيب الصلصة بتاعتنا من على البوتاجاز اللي احنا عملناها. خلاص نحط السمكة بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله. يعني بيركس كبير ويعني يعتبر صغير عليها. حاجة بقية الصلصة بقى نحطها فوق السمكة. كام شريحة كده من البرتقال اللي احنا قطعناه، كام فلفلاية برضه هنحطهم. حاجة جميلة جدا، طعمها يطلع رائع. ندخل بقى الكلام ده كله فرن لمدة نص ساعة، تستوي السمكة وتطلع لنا بالجمال والحلاوة والروعة دي. رشة كده بقدونس أو كزبرة خضراء عليها. شاف السمكة، شاف لحم السمكة جميل ازاي استوى، طعمه خطير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.